فجأة مجموعة من الزومبي اللي جنبهم يمسكوا واحد وصوت صريخه بيخلوا الزومبي المتنح في الراجل التمثال يتشتت وبيروح يهاجمه، وبعد مدة طويلة بيقدر ياخد نفسه أخيرا ويفرد رجله ويغير وقفته شوية. وفي الوقت اللي الزومبي بياكلوا فيه الراجل اللي مسكوه، الراجل التمثال بيستغل الفرصة ويقضي حاجته هو في مكانه. وفي الوقت ده الزومبي بيقطعوا في ضحيتهم، والدم والمصارين بيطيروا في كل حتة لدرجة إن أعضاء الرجل بتوقع على كتف الراجل التمثال. وفي اللحظة دي الراجل التمثال بيجيب أخوه بيعاني عشان يقدر يمسك نفسه من إنه يستفرغ، وفجأة خدوده بتتنفخ وبوقه بيتملي بس بيبلع الاستفراغ قبل ما حد من الزومبي ياخد باله. جامد بعد اللي حصل بس بيحاول يشتت انتباهه بحاجة تانية، لكن بيقرر يبص حواليه علشان يشوف باقي زمايله اللي جنبه في الميدان عملوا ايه، وبيلاقي ان المهرج بارتي للأسف منجحش بعد ما كان بيحارب ويقاتل متحولين الزومبي دول بكل طاقته، بس لسوء الحظ الزومبي اتمكنوا منه. اما بالنسبة للرسام باسكيل هو كمان مقدرش يفلت منه، وكل اللي باين منه هو دراعه المتعلق على اللوح بتاعه بس.